بتعرف ابو شاد عن جد بس انا اليوم هيك عشوائي ما كنت رح اجي على الحلقه. ليه؟ خيي انا بعرف انه عندي تصوير ب3 اذار منيح؟ مظبوط. واليوم حسب تقويم المذيعه اليس فرح على LBC المفروض يكون 31 شباط. مش مصدقني شوف. ما عاد حال. لشو جيت؟ 29 30 31 شباط. ضعت انا صرت ناطر 31 شباط. كيف بدي اجي لهون؟ والله صار يدقوا لي انه وينك؟ قلت له يا خي ابو عبد خي تلخبطت الرزنامه تبع حياتي كلها. عيش كثير بتشوف كثير عادي. يعني انا بعرف في 28 شباط يا 29 بتكون سنه كبيس. بس انه ولا فكرت انه في سنه كبيس او سنه مقدوس يعني. وما حق عليها حق على شباط ابو حركات شباط. بس زميلتها لإليز الديفا ديما فبعد المشكل الكبير اللي عملته مع الباحث حبيب فياض حبوا زملائها عملوا قلبي حبوا يطلعوها من المود ويغيروا لها جو ففاجئوها فاجئوها انتبه مش انه فاجئوها بجاتو بعيد ميلادها. ما معها خبر يعني. لا ما معها خبر هي لا كانت على الهوا. شوف طب واليوم تغيرت؟ أجمل امرأة بين نساء الكون ديما أنت يا أجمل من العين. خلاص birthday to you happy birthday to ديما happy birthday to you. تبعت لها؟ تبعت كيف تفاجئت؟ ما معها خبر هي. ما معها خبر هي شو بعدين انه لا انه لا انه خلص ما بقى تقولوا لي انه انا اجمل مرة بين نساء الكون. ما بعرف حالي انا كثير حلوه بس بليز ما بقى تقولوا خلص. وانه يا الله بليز لا خلص. بحب هالحركات ما انتم بتعرفوا يعني بتعرفوني قديش انا لو بروفايل ما بحب ابدا مبين هيك قصص. انا اصلا اوريدي بكره انستغرام وتويتر وفيسبوك ما بحط شيء عليهم. اصلا ما بفتحهم. عرفت كيف؟ مش انه كيف ما برمطه بيطلع لك دي مصر عيني هذا هوا مش اكل هوا. شيء بعد الاعلان طفوا السواقير ووقفوا لي الاراجيل لانه بدنا نكفي حلقتنا ببيئه نظيفه مع ضيفتنا رانيا بارود. بريك.